النصاب قانوني. أعلن افتتاح هذه الجلسة. بداية الله يعطيكم العافية جميعا. يمكن يكون هذا الاجتماع الأخير أنه نكون سويا إحنا وحزب الوطن الإسلامي الذي نحترمه. صحيح كانت مسيرة مشتركة مدتها أثبتنا من خلال الكتلة قدرتها على التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد، وقدمنا سويا أداء نيابيا راقي سواء من حيث مواكبة الأحداث أو الاشتباك مع مكونات المجتمع. بصراحة لقد كنت سعيدا جدا بالتعاون مع بعضنا البعض، ولقد شكلنا انسجاما واضحا وكأننا ننتمي لحزب واحد، ولقد شكل التعاون بين مكونات الكتلة إضافة نوعية للحياة البرلمانية، ورسخ نهجا من العمل الجماعي الذي أثمر مواقف واضحة ومؤثرة. تلفونك أكيد، تلفونك أنت أكيد. مش على السماعة. مش على السماعة عندك البلد ولا مش عندي؟ هين موقفا، يعني المواقف كانت اللي أثمرت تبعت المواقف واضحة ومؤثرة في قضايا الوطن والمواطن، وهو ما سيظل علامة فارقة في تجربتنا السياسية والبرلمانية. لقاء اليوم يأتي في ظل أجواء سياسية دقيقة ومعقدة وعربدة صهيونية متواصلة، سواء من خلال هدم كل أشكال الحياة في غزة وما يجري بالضفة الغربية من محاولات الضم والإلحاق والعربدة في سوريا واليمن ولبنان وآخرها في قطر. وهذا كله يتطلب منا كبرلمانيين وقادة ومسؤولين التيقظ والحفاظ على هذا البلد وكسر كل المخططات التي تريد منا السوء، ونقول إن أرواحنا وأموالنا فداء لهذا الوطن الذي نعشق، وإننا سنبقى ملتفين متحدين حول قيادتنا الهاشمية وجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين لرفعة هذا البلد الذي نحب. بديش أطول عليكم ونحكي إنشاء كثير، مع إنها الكلام اللي حكيناه مش إنشاء، حكينا سياسة وحكينا تجربة حقيقية أثمرت عن جهود كثير كويسة، وإن شاء الله إنكم تكونوا راضيين كلكم كل الرضا عن ما أنتجناه داخل هذه الكتلة. وسأترك الحديث لأخوي الدكتور مصطفى، لأنه الصحيح هو اللي طلب، الدكتور مصطفى هو طلب هذا الاجتماع. وطبعا الحديث راح يكون للكل الموجودين زملائي وزميلاتي، فأهلا وسهلا فيكم.